ازيكم. النهارده هنتكلم عن الانكريزنج او التزايد في التركوم. معايا قطعة كلها اسطر امامية وخلفية، باستثناء الحواف، بس بعمل اول 3 او 4 اسطر كلهم غرز امامية علشان تكون الحواف منتظمة. العينة اللي معايا 24 غرزة. السطر ده هيبقى كله امامي عادي. هعمل 9 غرز، وهحط ماركر قبل الاماكن اللي هعمل تزايد فيها، يعني هحط ماركر. بعد كده اعمل 6 غرز امامية، واحط ماركر كمان. ال6 غرز دي هما اللي انا عايزه اعمل تزايد قبلهم وبعدهم. طبعا ده بيفرق على حسب القطعه اللي بتعمليها، بس انا عملتها 6 غرز عشان يكون واضح شويه التزايد. فانا حطيت الماركر قبل وبعد ال6 غرز وكملت السطر عادي. السطر الخلفي احنا متعودين ان السطر الخلفي بيكون كله غرز مقلوبة او خلفية، لكن انا بعمل اول 3 غرز امامية علشان يكون عشان العينة اللي معايا ما تلفش. السطر كله غرز خلفية، وفي كل اسطر هيكون السطر كله عبارة عن غرز خلفية. التزايد بيكون في السطر الامامي فقط. فانا بعمل غرز خلفية اللي اتعلمناها في الفيديو اللي قبل ده من غير ما اغير اي حاجة. اكمل السطر غرز خلفية. اخر 3 غرز بيكونوا اماميين. هو اول 4 اسطر واخر 4 اسطر، واول 3 غرز على اليمين واول 3 غرز على اخر 3 غرز على الشمال هما اللي بيكون دايما امامية. اول 3 غرز امامية، واكمل لحد قبل الماركر بتاعي. الماركر ده اللي بزود قبله وبعده. تمام. بعمل 9 غرز امامية. وركزوا معايا هنا بقى. خلاص انا كده عملت اخر غرزة امامية. في ما بين كل غرزة والتانية خيط كده. الخيط ده اللي بعمل فيه التزايد. بالابرة اليمين برفع الخيط ده لفوق علشان ارفعه، وبالابرة الشمال بدخل في حلقة الخيط دي من الخلف. يعني ارفعها لفوق بس بالابرة اليمين، وبالابرة الشمال من الخلف بدخل في الحلقة دي. تمام. وممكن ادخل بالابرة الشمال في الحلقة دي من الاول. مع الوقت هتعودوا عليها كده، لكن لو مش عارفة تعمليها كده من الاول فانتي بترفعيها بالابرة اليمين، وبالابرة الشمال من الخلف بتدخلي فيها. مش بنعمل كده لان كده شايفين بقى في فراغ ازاي. انا بدخل فيها من الابرة الشمال من الخلف، وبشتغل غرزة امامية لكن من الخيط اللي في الامام ده. ايوه، بدخل فيه من قدام واشتغل غرزة امامية. مش بدخل في الحلقة الخلفية زي ما انا متعودة في العادي في الغرز الامامية، لا. برفعه بالابرة الشمال من الخلف، وبشتغل غرزة امامية لكن من الحلقة اللي قدام في الخيط. تمام يا جماعة. لان لو اشتغلته من الحلقة اللي في الخلف ده بيكون عامل فجوة كبيرة جدا، شكلها مش حلو. فمرة كمان برفع بالابرة اليمين، وبالابرة الشمال ادخل في الخيط من الخلف واشتغل غرزة امامية من الحلقة الامامية. ماشي، يبقى برفع الخيط بالابرة الشمال من الخلف. انا رفعت الخيط من الخلف وبشتغل غرزة امامية من قدام. يبقى بنرفع من الخلف وبنشتغل غرزة امامية من الحلقة الامامية. طبعا ال6 غرز دول كل مرة بنعملهم غرز امامية بدون اي تغيير فيهم. نعمل اخر واحدة، نشيل الماركر. طيب هناخد الحلقة دي. المرة دي بقى احنا عاوزين التزايد رايح لناحية الشمال، فبندخل في الخيط بقى بالحلقة اللي قدام. يعني بنرفع الخيط بالإبرة اليمين، وبالإبرة الشمال ندخل في الخيط من الأمام مش من الخلف بقى. تمام. يعني مش من الخلف، لأ، عشان احنا عايزين التزايد بتاعنا يكون متجه ناحية الشمال.
فبنرفع الخيط من الأمام. مش بنعمل كده بقى، طالما رفعنا الخيط من الأمام نشتغل غرزة أمامية لكن من الحلقة الخلفية، يبقى نشتغلها من الخلف. تمام، أتمنى يكون واضح. نرفع من الأمام ونشتغل غرزة أمامية من الحلقة الخلفية. أول واحدة احنا كنا عايزين التزايد يكون متجه ناحية اليمين، ده ناحية الشمال، فبنرفع بالغرزة اللي في الشمال ونشتغلها بالإبرة اللي في اليمين غرزة أمامية من الخلف. نرفع الخيط بتاعنا ومن الغرزة اللي في الخلف أو الحلقة اللي في الخلف نشتغل غرزة أمامية، ونكمل كله غرزة أمامية بنفس الطريقة. بنشتغل السطر كله خلفي بدون أي تغيير. أول 3 قلنا دايما بيكونوا غرز أمامية عشان يدوني الشكل بتاع الغرزة المرنة اللي عملنا بيها أول كوفية. نشتغل خلفي، دي الغرزة اللي احنا زودناها، هتلاقي شكلها عادي جدا كأنها غرزة عادية مفيش حاجة. نشتغلها خلفية بنفس الطريقة ونكمل السطر كله خلفي ما عدا آخر 3 غرز، دول بنشتغلهم غرز أمامية. زي ما قلنا أول 4 أسطر وآخر 4 أسطر، وأول 3 غرز على اليمين وآخر 3 غرز على الشمال زي حدود المربع كده، بنحدده بالغرزة المرنة علشان تكون الحواف بتاعته منتظمة، ما تلفش او تكون سميكة شوية، ان هي يكون المربع شكله في النهاية تقدري تحتفظي بيه وهو مش بيلف حوالين نفسه. تمام، هنكمل بنفس الطريقة. هنشتغل كله امامي لحد الماركر. اخر واحدة دي اللي احنا تزايدناها عادي بنشتغلها امامية، يا اما بنرفع الخيط بالايد اليمين ندخل فيه من الخلف بالابرة اللي في ايد الشمال، يا من الاول مرة واحدة بنرفعه من الخلف بالابرة الشمال، الاريح ليك اعمليه. بنرفع الخيط ونشتغل غرزة امامية من الامام، طالما الابرة الشمال دخلت في الخيط من الاتجاه الخلفي يبقى احنا بنشتغل غرزة امامية من الاتجاه الامامي. تمام، من الحلقة اللي قدام نعمل غرزة امامية 6 غرز امامية، ندخل في الخيط من الامام نرفع بالابرة اليمين، او من الاول الابرة الشمال ترفع الخيط من الاتجاه الامامي ونشتغلها غرزة امامية من الحلقة الخلفية للخيط. تمام، اتمنى يكون واضح، ونكمل بنفس الطريقة كلها غرز امامية. في اكتر من طريقة للتزايد، انا بحس معظم الوقت ان دي الطريقة اللي هنستخدمها اكتر. في طريقة يعني قد تبدو اسهل ان احنا نلف الخيط بس مرة واحدة على الابرة، لكن دي مش بحبها، دي بتعمل فراغ في الشغل، بتخلي كأن ما بين الغرز جزء كبير فراغ واضح، فدي طريقة افضل ان احنا نمشي بيها من الاول.
بنشتغل كل غرز خلفية في السطر ده، والغرز اللي احنا عاملين لها تزايد بنشتغلها خلفية عادي، ما فيهاش اي اختلاف. هنعيد مرة كمان، معلش لو بزهقكم من الإعادة، لكن عشان يكون الموضوع واضح كفاية. نشتغل لحد قبل الماركر غرز أمامية، بالإبرة اللي في ايدي الشمال نسحب الخيط لقدام لفوق، يبقى بالإبرة اللي في ايدنا الشمال بندخل في الخيط من الاتجاه الخلفي ونشتغلها غرزة أمامية من الاتجاه الأمامي. تمام، ناخد الماركر ونكمل. طبعا بيكون صعب اوي التصوير والرينج لايت ما بين ايدي، بس يعني عشان لو مستغربين الخيط بيلف معايا ليه. بالإبرة اللي في الشمال نرفع الخيط من الاتجاه الأمامي ونشتغلها غرزة أمامية من الحلقة الخلفية، ونكمل السطر كله غرز أمامية. هخلص كذا سطر وارجع لكم تاني يكون الشكل بقى اوضح. رجعت لكم تاني، عملت كذا سطر، هنعمل مع بعض سطر اخير. بشتغل كله لحد قبل الماركر غرز امامية، نرفع الخيط من الاتجاه الخلفي بالإبرة اللي الشمال، نشتغل غرزة أمامية من الحلقة الأمامية. نكمل بنفس الطريقة غرز أمامية، نرفع الخيط من الاتجاه الأمامي ونشتغلها غرزة أمامية من الحلقة الخلفية، ونكمل بقية السطر غرز أمامية. هوريكم برضو بعمل ازاي الحواف دي. كل موضوع ان انا السطر ده خلفي كمان عادي، بس بشيل الماركر لان خلاص انا مش هعمل تزايد تاني كده كفاية. فبشتغل السطر ده اول 3 امامي واخر 3 امامي والباقي خلفي. هشتغل بقى 4 اسطر كلهم امامية فقط عشان يديني الشكل بتاع الحواف ده. فبشتغل السطر كله امامي. طبعا سرعت شوية عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم، مفهوش اي حاجة، مجرد غرز امامية. معلش لو بيقطع شوية، كل غرز امامية برضو لاخر السطر. هنكمل السطر كله غرز امامية، والسطر كمان غرز امامية، 4 اسطر كلهم عبارة عن غرز امامية. وخلاص نعمل بايند اوف، نشتغل غرزة امامية واللي بعدها امامية، ونعدي الغرزة الاولى فوق التانية وهكذا. كده خلصنا التزايد. بس عايزاكم تعرفوا حاجة عشان لما تسمعوا كلمة ميك وان رايت او ميك وان ليفت. التزايد الاولاني اللي عملناه واللي كنا بنعمل فيه بنرفع بالابرة الشمال من الخلف ونشتغلها غرزة امامية من الامام، ده اسمه ميك وان رايت. ليه؟ لانه بيخلي زي ما انتوا شايفين التزايد رايح ناحية اليمين، فده اسمه ميك وان رايت لان الغرز الزيادة بتحسيها متجهة ناحية اليمين. والتزايد التاني اللي عملناه لما كنا بنرفع الخيط بالإبرة الشمال من الأمام ونشتغلها غرزة أمامية من الخلف،
ده اسمه ميكوان ليفت. ليه؟ لانه بيخلي شكل الغرز كأن التزايد متجه ناحية الشمال. فهما ميكوان رايت وميكوان ليفت، عشان لو قابلكم بعد كده نوع التزايد ده ولقيتوه بيقول لكم ميكوان رايت اور ميكوان ليفت، تبقوا عارفين هو يقصد ايه. وبس كده.